السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هكلمكم فيه على دايت 1500 سعر هيساعدكم في نزول الوزن بسرعه كبيره جدا، خصوصا الاوزان من 70 او 75 كيلو حتى ال 100 كيلو. الدايت ده هيساعدكم تخسروا وزن بسرعه كبيره جدا وكمان بدون ادويه. تابعوا معايا الفيديو. قبل ما نبتدي، ده رقم عيادتنا لو عايزين تتابعوا معانا على الخاص على الواتساب. بتدخلوا على الرقم ده وتكتبوا بياناتكم: الاسم، السن، الوزن، الطول، الحاله الصحيه، هل بتعانوا من اي امراض او لا، او بتاخدوا اي ادويه او لا. وببتدي اتابع معاكم بنفسي بشكل يومي طول فتره المتابعه لحد ان شاء الله ما توصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه. كل ده بمقابل رمزي جدا. او لو عايزين تحجزوا كشف داخل العياده ايام السبت والثلاث من 8 ل 11 مساء داخل عياده مباراه عين شمس في شارع عين شمس في العجمي في البطاش في اسكندريه، برضو من خلال نفس الرقم. تعالوا بقى نبتدي مع بعض اقوى دايت ممكن يساعد الاوزان من 70 لحد 100 كيلو على نزول الوزن، او من 80 لحد 100 كيلو على نزول الوزن بسرعه كبيره جدا بدون ادويه. الدايت ده هتاخدوا فيه كل حاجه، مش هيكون فيه حرمان من اي عنصر من عناصر الاكل بتاعتنا. دايت عادي، الاكل بتاعه هيكون من البيت. مهم جدا حاجتين مع الدايت ده قبل ما نبتدي: الرياضه مهمه جدا، مش في الدايت ده ولكن في حياتك عموما. الرياضه من الحاجات اللي كل الجايد لاينز الجديده بتتكلم عليها انها مهمه جدا جدا في حالات نزول الوزن. مهم كمان ان الووتر انتيك بتاعك ما يقلش عن 3 لتر ميه في اليوم. شرب الميه بتاعكم ما يقلش عن 3 لتر ميه في اليوم، ودي حاجه ضروريه. فرصه عظيمه ان احنا في الشتاء، الوزن في الشتاء الجسم بيحرق 500 سعر زياده عن احتياجاته من حرق السعرات عشان يعادل درجه بروده الجو، وفي نفس الوقت درجه حراره الجسم تكون معتدله. ودي فرصه كويسه. ليه احنا ما بنخسش في الشتاء؟ لان احنا بنلجا دايما للحاجات السريعه، بنلجا دايما للحاجات اللي سعراتها عاليه، المشروبات الدافيه زي السحلب وزي الكاكاو والشوكليت اللي سعراتهم الحراريه عاليه جدا وسكرياتهم عاليه. بالتالي وزننا ما بيخسش لاننا بناخد كم سعرات اعلى من احتياجاتنا، وبالتالي هنلاقي الوزن بيزيد. اما الشتاء مع عجز سعرات 500 سعر في اليوم، ده هيكون فرصه كبيره جدا انكم تخسوا في الوزن لو حافظتوا على السعرات الحراريه بتاعتكم وعملتوا كمان عجز سعرات زياده من خلال الدايت ده. هتوصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه. يلا بينا نبتدي الدايت بسرعه. واول وجبه هي وجبه الفطار. هناخد فيها 60 جرام من الخبز او ما يعادل نص رغيف، وهناخد 3 معالق من الفول، عليهم معلقه صغيره من زيت الزيتون، ومعاهم طبق سلطه كبير. دي اول وجبه. هناخد وجبه الفطار بتاعتنا بعد ما نصحى بساعه مثلا: 3 معالق من الفول، نص رغيف، طبق سلطه كبير. الفول يضاف ليه معلقه صغيره من زيت الزيتون، ومفيش اي مشكله في اي توابل تتحط على الفول او على السلطه. نيجي بعديها بساعتين ونص ل3 ساعات ناخد الوجبه الثانيه، وهي وجبه سناك. هناخدها وجبه خفيفه بين وجبه الفطار ووجبه الغداء. ليه هناخد الوجبه دي؟ عشان نساعد في سرعه معدل الايض. هناخد الوجبه دي عشان الحرق بتاع الجسم يفضل شغال ويفضل مستمر. هناخد الوجبه دي لان كل ما بناكل من ساعتين ونص ل3 ساعات بنلاقي معدل الحرق شغال اسرع، بنلاقي جسمنا بيخسر دهون اسرع، ما بيحصلش اي ثبات للوزن. وجبة سناك هتكون عبارة عن فنجان صغير أو قبضة يد أنثوية من المكسرات غير المملحة مع كوب من اللبن قليل الدسم. دي الوجبة التانية. نيجي بقى للوجبة الرئيسية وهي وجبة الغداء. وجبة الغداء هتكون عبارة عن ربع فرخة، يفضل ان هي تكون مسلوقة أو مشوية، مع 6 معالق رز. وهناخد معاهم طبق خضار سوتيه متوسط وطبق صغير من السلطة الخضراء. وجبة عادية وهتلاقوها متوفرة في كل بيت. نيجي كمان بعد كده بعديها بساعتين ونص ل3 ساعات ناخد وجبة سناك خفيفة. هناخد فيها ثمرة من البرتقال مع علبة زبادي متوسطة حجم 170 جرام مثلا. بعد الغداء بساعتين ونص ل3 ساعات نيجي لاخر وجبة وهي وجبة العشاء. وجبة العشاء هتكون عبارة عن 3 معالق جبنة قريش مع بضاية مسلوقة مع توست اسمر، واحدة من التوست الاسمر، مع طبق سلطة صغير وعليه رشة زعتر، او ممكن تحطوا رشة الزعتر دي على الجبنة القريش حسب رغبتكم. يبقى وجبة العشاء هعيدها تاني معاكم: 3 معالق من الجبنة القريش، بضاية متوسطة، واحدة من التوست الأسمر، وطبق سلطة صغير، طبق سلطة خضراء صغير عليه رشة زعتر. بكده يبقى احنا كملنا مجموع 5 وجبات على مدار اليوم: فطار وغدا وعشاء، ووجبتين صغيرين في النص ما بين الفطار والغدا وما بين الغدا والعشاء. بالشكل ده احنا بنساعد بشكل كبير جدا في زيادة معدل الأيض. بالشكل ده احنا هنساعد الجسم انه يخسر دهون بسرعة كبيرة جدا. مش هنحتاج لأي أدوية مع الدايت ده، لا أدوية سد شهية ولا أدوية تخسيس ولا أدوية حرق ولا أي نوع من أنواع الأدوية. مع الرياضة ومع زيادة معدل شرب المية بتاعتنا على مدار اليوم وخصوصا في فترة الشتاء هنلاقي نتيجة ممتازة وسريعة في خسارة الدهون وكمان الحفاظ على الكتلة العضلية.
هنلاقي الوزن بينزل بسرعة، وهنلاقي مقاسات الجسم بتتغير، هنلاقي حياتنا احسن وصحتنا احسن. لو حد عنده بدايات سكر، يعني على تحليل التراكمي بري دايابيتك، هنلاقي الامر بيتحسن بعد 3 شهور من الانتظام على الدايت ده. لو حد عنده مشاكل في القلب، او حد عنده ترايجليسرايد او كوليسترول عالي، هيلاقي بنسبة كبيرة كل تحاليله بتنتظم وبتكون افضل بعد شهرين من الاستمرار على الدايت ده. لما نقلل الاملاح بشكل كبير جدا، لما نوقف السكر تماما، السكر الابيض، لما نوقف البيبسي او المشروبات الغازيه، ونوقف كمان معها السناكس، هنلاقي نتيجه ممتازه جدا في خساره الوزن مع الدايت ده. مهم جدا ان احنا ما نلخبطش كمان في الدايت ده، لان احنا تقريبا بناخد فيه كل حاجه، بناخد فيه فواكه وخضار، وبناخد فيه دهون، وبناخد فيه كربوهيدرات، وبناخد فيه بروتين، مفيش حاجه ما بناخدهاش. لكن لو نفسنا حابب تاخد وجبه خارج الدايت، مفيش اي مشكله اننا ناخد وجبه فري كل اسبوعين، مش يوم فري ولكن وجبه فري، عشان ما نضيعش فيها كل اللي احنا عملناه من عجز السعرات. الدايت ده مناسب للاوزان من 80 لحد 100 كيلو. الدايت ده 1500 سعر، يعني يفضل الاشخاص اللي سعرات الثبات بتاعتهم 2500 سعر حراري في اليوم، يعني احنا عاملين عجز 1000 سعر حراري في اليوم. وفكره وجبه فري ان احنا ناخد وجبه فعلا فري، ناخد فيها اللي احنا عايزينه، ولكن يفضل ان الوجبه دي تكون نسب البروتين فيها عاليه، ويكون نسب الكربوهيدرات فيها قليله، وتكون كل اسبوعين، ويكون وجبه واحده مش يوم زي ما اتفقنا، عشان ما نبوظش عجز السعرات اللي احنا عاملينه على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. ونمشي على الدايت ده 3 شهور، هنوصل منه لنتيجه محترمه جدا. ولو وصلنا للوزن اللي احنا عايزينه وعايزين نثبت قبل 3 شهور، عادي مفيش اي مشكله، بناخد سعرات الثبات بتاعتنا. وهقول لكم الفيديوهات الجايه ازاي تحسبوا سعراتكم، سواء سعرات الثبات، او لو عايزين تزودوا وزنكم، او لو عايزين تخسسوا وزنكم، ازاي نقدر نحسب السعرات ونلعب فيها بحيث ان احنا نوصل للوزن اللي احنا عايزينه. لحد كده الفيديو خلص، دمتم يا رب بألف صحة وبألف عافية. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، عشان يوصل لعدد كبير من الناس وناس كتير تستفاد. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.